عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الثاني من مباراة الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز. كان في مباراة الإسماعيلي وحرس الحدود. حرس الحدود تقدم بهدف عن طريق محمود ممدوح في الدقيقة 25، ثم هدف تاني عن طريق النيران الصديقة. كرة ثابتة، لاعب الإسماعيلي بيطلع بدماغه وحطها 2-0، وطلع الشوط الأولاني 2-0 لحرس الحدود. وقدر يرجع الاسماعيلي في الدقيقه 53، يعني بعد 8 دقائق من بدايه الشوط الثاني قدر يرجع عن طريق علي الملواني، احرز هدف ثم هدف ثاني عن طريق مروان حمدي من ضربه جزاء، ويقدر الاسماعيلي يخرج بنقطه. وانا شايف ان الاسماعيلي والحرس في التسعه، او هيفنشوا في التسعه اللي هيلعبوا على الهبوط. ثم المباراه الثانيه بيراميدز. طبعا بيراميدز فرقه تقيله قوي يا جماعه، بيراميدز وفاركو. بيراميدز احرز هدف الشوط الاولاني عن طريق الشيبي من تسقيطه جميله. محمد سعيد شيكا طلع بالبوكس، راح حاطط ببطن رجله، حاول السردباك يطلعها، احمد عوض بدماغه كملها 1-0. ثم هدف تاني عن طريق اجولا، ثم هدف تالت عن طريق مايلي في الدقيقه 67. ولاعيبه فاركو في الملعب. اسوأ حاجه في الكوره لما انت يوصل لك احساس يا جماعه ان انا مش عارف اقطع الكوره. ادوهم علقه كوره، يعني 3-0 غير اللي ضاع، ويقدر ياخد 3 نقاط مهمه علشان يحافظ على المنافسه نادي بيراميدز. وعندنا بكره ان شاء الله 4 مباريات، من ضمنهم او في مقدمتهم مباراه المصري والاهلي، مباراه تقيله نشوفهم ونتكلم عنهم ان شاء الله. السلام عليكم.